هلا وشلونكم؟ اليوم عجبني أسوي دجاج مشوي بالقلاية الهوائية بدل الفرن، والنتيجة مثل ما تشوفون مستوي ودايب بدون أي زفرة. الدجاج بالبداية غسله بمي وملح وخل أبيض وأنظفه تمام. أضيف عليه ملح وفلفل أسود وبابريكا، بودرة بصل وثوم وزنجبيل، رشة زيت زيتون وعصير ليمونة كاملة. كل هاي المكونات راح أخلطها ويا الدجاج وأتبلها من الداخل ومن الخارج تحت الجلد، وأترك هاي التتبيلة بالدجاج تقريبا أقل شي ساعة ساعتين أو من الليل مثل ما تحبون. بعدها بالقلاية الهوائية أول مرحلة راح أضيف الدجاجة وأخليها على توقيت 10 دقائق حرارة 180. هاي أول مرحلة، انتبهوا. بهالأثناء راح أسوي الصلصة اللي أمسح بيها الدجاج: عصير نصف ليمونة، وشستر صوص أو صويا صوص، قليل من الباربيكيو صوص ينطيها طعم التدخين، ملعقة زيت زيتون واحدة، وملعقتين دبس رمان. هاي الخلطة اللي نمسح بيها الدجاج. هسه بعد مرور 10 دقائق الدجاجة ما استوت، راح نمسحها بالصلصة اللي سويناها ونرجعها نسوي لها توقيت جديد اللي هو على حرارة 140، تاخذ تقريبا 45 دقيقة. كل ربع ساعة نفتح القلاية ونمسح بهاي الصلصة اللي سويناها. وهاي النتيجة بهالشكل، دايبة ومستوية على الآخر. قدمتها بهالشكل وبالف عافية.